تعريف الكون: يعرف الكون بأنه كل ما يحتويه الفضاء، ويشمل الكائنات الحية والأرض والقمر والكواكب الأخرى والأقمار التابعة لها، بالإضافة إلى الكويكبات والمذنبات والشمس، وأعداد هائلة من النجوم والتي يقدر عددها بمئات المليارات، والمجرات. ويشمل الكون أيضاً كل الأشياء التي لم يستطع العلماء ملاحظتها أو الوصول إليها. نشأة الكون: مرت نشأة الكون بالعديد من المراحل، وفيما يأتي تفصيل لكل منها. التوسع الأول للكون وحركة الجسيمات الأولية. كانت جميع المواد والطاقة التي يمكن ملاحظتها قبل 15 مليار عام تقريباً تتركز معاً في منطقة صغيرة جداً. ثم بدأت هذه المواد والطاقة بالتمدد والتوسع بسرعة هائلة، وعند انخفاض درجة حرارة الكون إلى ما يصل 100 مليون ضعف حرارة نواة الشمس، اتخذت قوى الطبيعة الخصائص التي تمتلكها حالياً، وبدأت الجسيمات الأولية المكونة للمادة والمعروفة باسم الكوركات بالتجول بحرية في هذا الفراغ. وعندما اتسع الكون 1000 ضعف، تشكل جزء من النظام الشمسي. ظهور الذرات المحايدة والنجوم. كانت درجة حرارة الكون لا تزال شديدة بشكل يمنع النوى الذرية من الحصول على الإلكترونات. وبعد مرور 300 ألف عام على استمرار التوسع، كان الكون لا يزال أصغر حجماً مما هو عليه الآن ب1000 مرة. ظهرت الذرات المحايدة ثم التحمت معاً لتشكل سحباً غازية، والتي تطورت فيما بعد إلى نجوم. وعندما توسع الكون إلى خمس ما هو عليه الآن، أصبحت النجوم مقسمة في مجموعات تعرف بالمجرات الصغيرة.